في العادة لا تنهى نشرة بخبر يتعلق بكريستيانو رونالدو، ولكن إن كان متنكرا فإن الأمر يكون مختلفا. النجم البرتغالي أخفى هويته في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، والنتيجة في التقرير التالي. من يصدق أن كريستيانو رونالدو وسط مدريد دون أن يثير ذلك فضول أي كان؟ ربما لا أحد، ولكن هذا بالفعل ما حدث. وليكن هذا ممكنا كان لابد للبرتغالي أن يحدث بعض التغييرات على شكله. الوقت بعد الظهر. حتى الآن فإن أغلب المارة من الذين تقدم بهم العمر. مهما كانت الحركات رائعة إلا أنها لا تثير اهتمام هذا السيد ولا هذه. أما هذا فرد التمريرة مجاملة فقط. وفي الغالب سيكون رونالدو قد استمتع برد هذه السيدة التي رفضت أن تعطيه رقم هاتفها، فما اعتادت دون أن ترفض له فتاة طلبت من هذا النوع. ها بدأ الرجل الغريب يجلب الأنظار بفعل علاقته الوطيدة مع الكرة. لقد تعبت يقول. صورة أخرى من مسرحية رونالدو. فمتى كان مثل هذا يتعب النجم البرتغالي؟ ومع ذلك جلس كريستيانو رونالدو صحبة رفيقه سريق النظرات مستمتعا بعدم مطاردة عيون الآخرين له. ثم وجد أخيرا من استهوته الكرة ولو للحظة. ومع تقدم الدقائق عرف المرة أن هذا الرجل له ما يبهر به. حوار مثير مع هذا الفتى. وحين سأل كريستيانو الطفل أظهر لي قدراتك بويت الصغير، ولكن المفاجأة الكبرى كانت حين أدرك نيكولاس أن من كان يراوغه هو كريستيانو رونالدو. أما حين ينزع نجم ريال مدريد القناع فلكم أن تتصوروا البقية.